وقبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش فولو لايك وشير لو بتتابعنا على الفيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو بتتابعنا على اليوتيوب. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. وبيبدأ فيلمنا على تاريخ العداء الطويل اللي كان بين دولتين الهند وباكستان، والحروب اللي كانت بينهم. ولأنهم كانوا بينافسوا بعض في كل حاجة، فكانوا هما الاتنين عندهم جهاز للمخابرات على مستوى عالي جدا، وبيكون الجهاز الهندي اسمه راو، أما جهاز الاستخبارات الباكستاني بيكون اسمه واسي. وبعدها بننتقل للحاضر مع شخص اسمه راندر، واللي بنعرف انه كان مع وكالة راو الهندية وبيشتغل معاهم ولمصلحة بلده، ولكنه بعد فترة خانهم وراح اشتغل مع وايسي. واثناء ما هو بيكون في السوق بيحس انه شاف شخص، ولكن الغريب انه اول ما بيشوفه بيحس بخوف شديد، وبعدها بيتأكد انه شافه فعلا، وعشان كده بيجري من المكان بأقصى سرعة وبيكلم وايسي علشان يبعتوا له ناس تلحقه من العميل تايجر، وده بيكون اقوى واكفأ عميل دخل راو. وكمان كانوا هما الاتنين اصدقاء من زمان. وبيكون رايندر في طريقه للمكان اللي قاعد فيه، ولكنه اول ما بيفتح الباب وبيدخل بيلاقي رجل رشقت في وشه وبمنتهى القوه، ولما بيبص بيتفاجئ انه تايجر اللي قدر يعرف مكانه ويجيله. وبعدها بيساله تايجر ليه بيبيع بلده بالشكل ده، وساعتها ريندر بيقول له انهم بيدفعوا فلوس قليله جدا مقارنه باللي اخده، بس علشان يدي وايسي شويه معلومات، وبيوري الفلوس لتايجر وبيقول له ينضم ليه وهيخليه غني في اقل وقت ممكن. وفي الوقت ده تايجر بياخد رزمه فلوس في جيبه وبيبص له وهو مش فارق معاه ولا كلمه من اللي قالهم، وبيعرفه انه للاسف عنده تعليمات انه ياخده معاه حي او حتى ميت. وساعتها ريندر بيحاول انه يبغته وبيطلع مسدسه علشان يضربه، ولكن ردة فعل تايجر بتكون اسرع وبيقدر انه يتخلص منه. وفي الوقت ده الرجاله اللي كلمهم ريندر بيكونوا وصلوا وبيكسروا الباب وبيضربوا نار على طول، ولكن تايجر بينط من الشباك على طول وبينزل على العربيه وبيبدا انه يجري منهم في الشارع، وبيهاجم اللي بيجي في سكته علشان ما يعطلوش عن الهروب. وبيكون واضح ان تايجر شخص محترف فعلا في كل حاجه، سواء كان قتال لان مفيش اي حد بيقف قدامه من اللي بيقابلوه، او حتى في طريقته في الهروب اللي بتكون سريعه وخفيفه جدا. ولكن على الرغم من كده عدد الرجاله بيزيد مع الوقت، ولما بيبص تايجر بيلاقي نفسه بقى محاصر، وساعتها بيقف في نص الشارع وسط الناس وبيطلع رزمه الفلوس من جيبه وبيصفر بصوت عالي علشان كله يبص له، وبيرمي الفلوس اللي بتطير على الناس وبيتلموا حواليه. وساعتها تايجر بيكون اختفى فعلا من غير ما اي حد يحس بيه. وبعد ما تايجر بيخلص مهمته بيروح يقابل شينيوي رئيس تايجر في الشغل، واللي بيكلفه بكل المهمات اللي بيقوم بيها، وبيقعدوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض عن المهمة اللي تايجر نفذها. وبعدها بيسألوا شينوي عن المبلغ اللي موجود معاه في البنك لحد دلوقتي، فبيبص له تايجر وبيقول له ان معاه حوالي 2 مليون و300 الف روبية. وبيكون شينوي مستغرب ان تايجر مش بيسحب اي حاجة منهم، وبيقول له ان بالشكل ده فلوسه هتتعفن وهي في البنك. وهنا بيضحك تايجر وبيقول له انه هيسحبهم كلهم من البنك، بس ده في اليوم اللي هيسيب فيه الشغل ويقرر انه يعيش حياته. وبيكونوا هما الاتنين قاعدين مع بعض لحد ما فجأة بيجي تليفون لشينوي، وبعد ما بيقفل الخط بيقول لتايجر يستعد للمهمة الجديدة واللي بيفهمه كل تفاصيلها في المكتب. وبيبدأ شينوي يشرح لتايجر مهمته، وبيقول له ان الهند عندها نظام مضاد للصواريخ قوي جدا، وكان معمول خصيصا للتصدي للصواريخ الباكستانية، وكان صاحب الفضل في تطور النظام ده هو العالم انوار جمال كيداوي. ولكن شينوي بيقول لتايجر ان في اخر كام سنة ومن خلال مراقبتهم لكيداوي بدأوا يشكوا انه بيشارك نتائج ابحاثه مع علماء تانيين، وده لو حقيقي هتبقى حاجة ما تطمنش نهائي. وعشان كده بتكون مهمة تايجر هي بس مراقبة العالم كيداوي، وبيقول لهم على اللي بيعمله أول بأول. وفعلا بيروح له تايجر الجامعة على إنه طالب، وبيحاول إنه يفتح معاه كلام، ولكن كيداوي مش بيهتم بيه وبيسيبه وبيمشي. وكل ما تايجر يكلمه يقول له إنه مشغول وما عندهوش وقت. وبعد ما محاضرات كيداوي بتخلص بيطلع يلاقي تايجر برضه مستنيه بره وبيمشي وراه بعجلته علشان يتكلم معاه، ولكن برضه كيداوي مش بيهتم بيه لحد ما بيوصل البيت وبيدخل وبيسيبه واقف بره. وبعدها كيدواي بيخرج من البيت، وساعتها تايجر بيسمع صوت موسيقى خارج من بيت كيدواي، وكان في حد موجود جوه البيت. وساعتها تايجر بيتسحب وبيدخل للبيت، وساعتها فعلا بيلاقي في موسيقى وبيكون في بنت موجوده جوه بتنظف وبترقص على الموسيقى دي. وهنا البنت دي بتشوفه اثناء ما هي جايه عليه، بيفتكر كلام كيدواي ليه لما قال له ان مفيش غير بنت بس هي اللي مسموح لها تدخل بيته علشان تنظفه، وهي زويا البنت البريطانيه اللي من اصل هندي اللي بتروح تطرد تايجر من المكان. وبعد شويه بتخرج زويا من البيت، وبتلاقي تايجر قاعد على الكرسي اللي بره البيت. ولما زويا بتساله هو ليه لسه موجود هنا، فبيبدا تايجر يمثل ويقول لها انه ما يعرفش هنا اي حاجه واذا كان في فنادق ولا لا. وساعتها زويا بتقول له ان في طريقها كتير وبتطلب منه يجي معاها، وهنا بيتعرفوا هما الاتنين على بعض. وبيقول لها تايجر ان اسمه يبقى مانيش. ولما تايجر بيدخل فندق والتاني وبيسال على غرفه فاضيه فبيكون في فعلا، ولكن بيطلع لزويا وبيقول لها انه للاسف ما لقاش، وبيكون الغرض من ده انه يروح معاها ويعمل نفسه نام على الكرسي اللي بره. وساعتها بتنجح خطه تايجر وبتخرج زويا من الشباك
وبتشاور له علشان يدخل بدل ما هو نايم بره كده. ولما بتقول له يتسلق المواسير بيعمل كأنه مش عارف خالص. وساعتها زويا بتقول له هتدخل تجيب له حاجة من جوه يطلع عليها. وهنا لما بيتأكد تايجر ان الدنيا فاضية حواليه بيتسلق المواسير بمنتهى السهولة لحد ما بيوصل للشباك. ولما بتوصل زويا بتتصدم وبتقول له هو ازاي عمل كده، وبعدها بتسأله عن شغله. فبيبص لها تايجر وبيقول لها انه كاتب. وبيدخل تايجر البيت وبيقعد مع زويا علشان يتكلموا، وحتى تاني يوم بينزلوا يفطروا مع بعض. وبتقول له زويا انها هتساعده انه يقضي وقت ويتكلم مع كدواي زي ما هو عايز. وبيشكرها تايجر جدا وبتسيبه زويا وبتمشي علشان تروح بروفا المسرحية بتاعتها. وقبل ما تايجر هو كمان يمشي بيدي الشيك للشخص اللي قاعد وراه، وده بقى بيكون جوبي زميل تايجر المتخفي في المهمة دي. وبعدها بيروح تايجر علشان يقابل كدواي زي ما زويا وعدته، وفعلا بيتكلم معاه على انه هيبقى عايز يعمل معاه لقاء من وقت للتاني، وده لانه بيكتب كتاب عن العلماء النابغين اللي قدروا يفيدوا البشرية في السنين الأخيرة. وبعدها كدواي بيقتنع وبيطلع تايجر وبيقف مع زويا بره شوية، وبيكون واضح انجذاب تايجر ليها وبيطلب منها انهم يتعشوا النهارده سوا. ولكن زويا بتقول له انها النهارده بالليل هتخرج مع اصدقائها ولكنه ممكن يجي وهتخليه هو اللي يدفع برضه. وفعلا بالليل بيروح لها تايجر المكان اللي اتفقوا عليه وبيتعرفوا على اصدقائها، وبتقول لهم ان ده يبقى مانيش كاتب شاب. وبعدها واحد من اصدقائها بيتحداه في لعبة الاسهم، وده لانه كان فاكر مانيش بقى كاتب وملهوش في الاكشن والجو ده، ولكنه ما كانش يعرف اللي فيها. وساعتها تايجر بيمسك 3 اسهم وبيحدفهم كلهم في النص في نفس النقطة، وده بيخليهم كلهم يتفاجئوا، ولكنه بيقول لهم انها جت بالحظ. وبعدها بيطلع يقف مع زويا بره، وساعتها بنلاحظ ان في شخص بيلقط ليهم اكتر من صورة. وبعدها بيروح تايجر ولكنه بيتفاجئ بشخص بيضربه بإزازة على دماغه وبيغمى عليه وبيمشي. وبيحاول تايجر بعد ما بيفوق انه يعرف مين اللي عمل كده، ولكنه بيقول انه اكيد كان حرامي وجاي يسرقه. وبعدها علاقته بزويا بتتطور اكتر واكتر، وبيجيب لها هدية كتاب عن النجوم لانه بيكون عارف انها بتحب النجوم جدا، وكمان بيساعدها في الحاجات اللي بتكون محتاجة تدريب فيها في المسرحيات بتاعتها. وساعتها حب تايجر ليها بيزداد اكتر واكتر، وساعتها بيكون مش عارف يتصرف ازاي. وعشان كده بيروح يتكلم مع جوبي وبيقول له انه مش عارف يعمل ايه في شعوره اللي اتكون تجاه زويا، وبيساله اذا كان الحب ممنوع على امثالهم. وساعتها جوبي بيقول له انه اختار بنت كويسه فعلا، ولكن للاسف مفيش وقت للكلام ده. وتاني يوم بيكون تايجر شايل ورد وطالع بيه على زويا، ولكن اثناء ما هو ماشي بيخبط في شخص وبيقع تليفونه. وساعتها الشخص ده بيعتذر له وبياخد تليفونه وبيمشي بسرعه. بس لما تايجر بس كويس ودقق افتكر ان هو ده الشخص اللي كان عنده في البيت وضربه. وساعتها بيمشي وراه، بس الشخص ده بيعرف انه اكتشفه وعلشان كده بيهرب باقصى سرعه، لكن تايجر مش بيسيبه وبيفضل وراه لحد ما بيركبوا القطر وبيضربوا تايجر. بس بتكون في مشكلة أكبر، وهي إنه مش بيعرف يوقف القطر اللي ماشي. وساعتها بيحاول إنه يوقفه يدوي، وفعلا بيطلع فوق القطر وبالجاكيت بتاعه بيمسك الفرامل وبيقدر إنه يوقفه على آخر لحظة. وساعة المسرحية بتاعت زويا بيكون تايجر موجود وجنبه كدواي وبيشاور لها إنها هتنجح. وفعلا المسرحية بتخلص، وبعد شوية بيتصل جوبي عليه وبيعرفه إن في حركة غريبة بتحصل جوا بيت كدواي. وساعتها تايجر بيطلع على بيت كدواي علشان يشوف اللي بيحصل هناك، وساعتها بيلاقي في شخص قاعد على مكتبه وبياخد حاجات من على جهازه. وساعتها تايجر بيخرج مسدسه وبيطلب من اللي قاعد يلف الكرسي بهدوء. ولما بيلف بتكون المفاجأة ان الشخص ده هي زويا، وانها تبقى عميلة للمخابرات الباكستانية. وساعتها بيتصدم تايجر صدمة كبيرة وبيركب كتم صوت على المسدس بتاعه، ولكنه مش بيقدر يرفعه في وشها. وساعتها بيقول لها ان كل حاجة قالها واعترف بها ما كانتش كذب الا اسمه، لان اسمه الحقيقي هو تايجر مش مانيش. وبيسألها السؤال الوحيد اللي كان عايز يعرف اجابته، وهو اللي شافه في عينيها من مشاعر كانت حقيقية ولا لا. وساعتها بتكون زويا مترددة، ولكنها في الآخر بتقول له إنها كانت بتقوم بشغلها وبس. وده بيخلي تايجر بيتعصب جدا وبيضرب زويا طلقة من مسدسه. ولما بيرجع تايجر لشنوي بيقول له إنه لازم في كل مهمة يقتل حد، وبيقول له إنه الشرطة لقت العامل بتاعهم وده خطر لو هو سايب وراه أي دليل. ولكن تايجر بيطمنه إنه مش سايب وراه أي حاجة، وكمان بيطمنه إنه جاب له الأسطوانة اللي عليها كل المعلومات اللي عايز يعرفها. وبعدها شنوي بيقول له يرتاح علشان يلبس ويجهز نفسه للسفر لاسطنبول، لأن هناك في اجتماع لوزراء خارجية الأمم المتحدة، وزراء خارجية الهند وباكستان كمان هيكونوا موجودين. وأثناء المقابلة بيكون تايجر واقف ورا شينوي، ولما بيبص على الجانب الباكستاني بنتفاجئ إن زويا بتكون واقفة ولكنها بتحاول تخفي نفسها. وساعتها بنرجع بالزمن لورا وبنعرف إنه ما قتلهاش، والطلقة دي اتضربت على الشخص اللي اتهجم عليه في البيت وكان بيطارده في الشارع، وهو ده الشخص اللي قتله. وبعدها طلب منها تهرب لأن جماعته على وشك إنهم يكونوا هنا. وبعدها بنرجع للحاضر مرة تانية وبنشوف زويا وهي واقفة معاه بره الاجتماع، وبتقول له
لا هو ولا حكومتهم ولا شعبهم هيسمحوا ليهم يكونوا مع بعض، وبتكون خلاص ماشية، ولكن مشاعرها تجاه تايجر بتتغلب عليه وبترجع له مرة تانية وبتحضنه وهي بتعيط. ولكن بالليل وفي الحفلة بيروح تايجر وبيطلب من زويا انه يرقص معاها، وساعتها بيقول لها انه كان معاها في اللي قالته، وعشان كده الحل الوحيد ان هما الاتنين يهربوا. وعلى الرغم من ان زويا بتتفاجئ بكلام تايجر، الا ان تاني يوم لما بيروح شنوي لتايجر الأوضة وبيخبط عليها مش بيكون في حد، وبيكونوا هما الاتنين نفذوا خطتهم فعلا. ولما بيوصل لشنوي خبر ان تايجر سحب كل فلوسه من البنك، بيفتكر كلامه ان مش هيعمل كده غير بس لما يتقاعد. وبعدها بيكون قاعد شنوي مع جوب، وبيجي له خبر تاني ان في عامله باكستانيه هي كمان مش لاقيينها النهارده. وفي نفس الوقت ده بيكونوا هما الاتنين بيتصوروا بشكل جديد علشان يطلعوا جوازات سفر جديده علشان يسافروا. وعلى الرغم من ان المطار بيكون متراقب، الا ان تنكرهم محدش بيقدر يكشفه. وفعلا بيركبوا الطياره، وساعتها شينو بيقول لجوبي انه مهمته انه يرجع تايجر مره تانية لانه يعرف عنهم كتير قوي. ولكن لما جوبي بيسأله يعمل ايه لو ما وافقش يرجع، بيقول له شينوي انه مش هيبقى عايز حد يتعرف على جثته. فالوقت كان تايجر وزويا مع بعض ومبسوطين جدا انهم اخيرا بيحققوا حلمهم. ولكن في يوم بيطلع عليهم بلطجيه علشان يسرقوهم، وساعتها هما الاتنين بيقوموا معاهم بالواجب ده، وبيكون متصور بكاميرات المراقبه. والفيديو بتاع قتالهم بيوصل للسلطات، وبالتالي بيوصل لشينوي، وساعتها بيقدروا يحددوا مكانهم، وبيبعت ناس علشان تكون وراهم، وده اللي بياخد باله منه تايجر وزويا. ولكنهم بيقدروا يفلتوا من المراقبه. واثناء ما زويا عند موظفة البنك بيقول لها تايجر انه هيروح يجيب عربية علشان يقدروا يتحركوا بيها، ولكن موظفة البنك بتعرف من صورهم انهم مطلوبين وبتبلغ عنهم. وعشان كده اثناء ما زويا واقفة بتلاقي ضباط باكستانيين، وفعلا لما بيوصل لها تايجر بالعربية بتكون قاعدة مش على بعضها، ولما بيسألها بتشاور له انهم محاصرين. ولكن لما بيبص تايجر بيلاقي في اتوبيس معدي، وساعتها بياخد ايد زويا علشان يهربوا. واول ما الاتوبيس بيعدي قدامهم بيمسكوا فيه وبيهربوا من الشرطة تاني، ولكنهم مش بيسيبوهم. وعشان كده بتبدأ بينهم مطاردة قوية جدا. وبيكون هم تايجر الأول والأخير إنه زويا تهرب علشان ما تتمسكش، وعشان كده أي حد بيقابله بيفقدوا الوعي عشان يوسع عليها مجال للهرب. ولكن لأن العدد بيكون كبير جدا مش بيقدر تايجر يقوم بالمهمة لوحده، وبيبص بيلاقي زويا اتقبض عليها فعلا. ولكنه من بعيد بيشوف جوبي هو كمان، وعشان كده بالليل بيقعد معاه وبيقول له إنه أصلا بيعمل كل ده علشان يستغل زويا ويعرف منها كل المعلومات اللي عندها. وبيقول له جوبي إنه لو فعلا عايز يخدم بلده لازم يحرروا زويا بسرعة. وفعلا تاني يوم الصبح واثناء ما هم واخدين زويا على باكستان بيظهر وراهم عربيات وبيكون فيها تايجر وجوبي ورجالته. وبيبدا تايجر هجوم شديد جدا على القوات الباكستانيه، وبيقدر انه ياخد زويا من العربيه وبيخلص على كل الباكستانيين الموجودين. ولكن فجاه واثناء ما زويا معاه في العربيه بيشاور لجوبي وكانه بيقول له متشكر جدا على الخدمه دي. وساعتها جوبي بيفهم ان تايجر ضحك عليه، وعشان كده بتتحول المطارده بينه وبين تايجر، وبيقول لكل رجالته يجيبوه. ولان سقف عربيه تايجر بيكون مكشوف وكل الطلقات ممكن تيجي فيهم، فبيقرر تايجر يخلع الباب وينزل هو وزويا ويستخدموه كزلاجة عشان يعرفوا يهربوا منهم، بالذات بعد ما الباكستانيين بيرجعوا للمطاردة مرة تانية، وكل واحد بيكون عايز العميل بتاعه. وبعدها بيلاقي تايجر موتوسيكل وبيفضل يجري بيه هو وزويا لحد ما بيوصلوا عند طيارة، ولكن عليها شرطي بيحرسها، فبيضربوا تايجر وبيطلب من زويا تركب الطيارة وتقلع بها من غير ما تقف حتى لو هو ما قدرش يركب معاها. وفي الوقت ده بيرجع لهم تايجر علشان يحاول يعطلهم على قد ما يقدر لحد ما زويا تخلص. وبعد ما بيحس ان خلاص الخطر قل وكمان زويا على وشك انها تطير فعلا، بيرجع لها بالموتوسيكل، ولكن فجأة بتيجي فيه طلقة. ولما بيبص وراها على اللي ضربها له بيلاقيه صديقه جوبي. وهنا زويا خلاص بتاخد قرار الطيران فعلا، وبتبدأ الطيارة تعلى عن الأرض. بس تايجر هو كمان مش بيستسلم وبيحاول انه يستجمع قوته، وبيكمل جري بالموتوسيكل لحد ما فعلا بيقدر انه يمسك في الطيارة على آخر لحظة. وبعد مدة بنشوف تايجر وهو بيتصل بشنوي من تليفون في الشارع، وبيقول له انه بسببه عانى كتير لان رجالته كان عندهم إصرار شديد انهم يرجعوه. ولكن على الرغم من كده بيقول له ان في اي وقت الهند هتحتاجه هيكون موجود. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش فولو لايك وشير وتقول لنا رايك في التعليقات لو بتتابعنا على الفيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه لو بتتابعنا على اليوتيوب، وهتلاقي لينك بيجي تحت في الديسكريبشن. والسلام.